مش قادر تكمل؟ يمكن مش كسل بس تعب. ابدأ من نفسك. في ناس فاكرة انها كسولة بس الحقيقة هما مش كسالى، هما تعبانين تعب ذهني او تعب نفسي او تعب من كتر التفكير انهم مش بيحققوا حاجة. النهاردة في ابدأ من نفسك هنتكلم عن ازاي ترجع دفعك من غير ما تكره نفسك في السكة. ساعات بتحس انك فقدت الحماس، مش عايز تعمل حاجة، لا شغل ولا تطوير ولا حتى حاجات كنت بتحبها، وبتقول لنفسك انا بقيت كسلان. بس خد بالك، الكسل الحقيقي انك تستسلم للفكرة دي، اما التعب فهو طبيعي بيحصل لكل واحد فينا. المهم انك تاخد وقت ترتاح، مش انك توقف للابد. مفيش بني ادم دايما موتيفيتد، في اللي بينهار شويه وبيرجع يكمل بعدين. المهم انك ترجع حتى لو بخطوه صغيره. خدها قاعده، اللي بيكمل مش الاقوى، اللي بيكمل هو اللي بيتعافى بسرعه. يعني لما تقع ما تفضلش تلوم نفسك، خد راحه، غير جوك، اعمل حاجه بتحبها، بس ما تنساش ترجع بعدين، لان كل خطوه بسيطه بتقربك من الصوره اللي نفسك تبقى فيها. كل مره تقوم انت بتقوي عضله الاراده عندك. فلو فقدت الدافع النهارده ما تزعلش، خد نفسك، اشرب حاجه تحبها وارجع بكره خطوه جديده. المهم انك تكمل حتى لو بهدوء. لو الفيديو فرق معاك اعمل لايك واشتراك في القناه، واستناني في الحلقه الجايه بنبدا من نفسك. سلام.